رغم صغر سنها إلا أنها كانت من الذكاء بما يكفي لتميز ما إذا كان من اعترض الحافلة عناصر في الجيش العراقي أم مجموعة إرهابية، لذا لجأت إلى خطوة ذكية وشجاعة أنقذت بها فيما بعد أرواح من بقي من النساء والأطفال، حيث أخفت هاتفها الجوال داخل حذائها ولم تسلمه للخاطفين. تبارك ثائر كانت على متن الحافلة التي اختطفت من قبل مسلحين قرب النخيب غربي الأنبار قبل أسبوعين، تروي للعربية فصول هذه المجزرة التي راح ضحيتها 22 شخصا. نزلوا الشباب، خلي ايديكم على راسكم. نزلوهم ورا فد شوية، صعد واحد قال جيب التلفونات. أخذ التلفونات كلهم. بيبيتي طلعت 2 وعمتي. أنا عرفتهم من شكلهم ومن مالتهم الصيح هذول إرهابية، فضميت التلفون جوا حذائي. ربما لم يدر بخلد الطفلة التي لم تكمل ربيعها التاسع أنها تستقل حافلة الموت الذي طالما حلمت بالهرب منه إلى عالم آخر قد يكون خاليا من أصوات الانفجارات والدماء والأشلاء التي اعتادت مع أقرانها في العراق على مشاهدتها طوال أعوام. ودوهم هيجي فد شوية بعيد عن السيارة وقتلوهم. قالوا ناس ضربوا بالهواء، وناس قالوا قاعد يخافون، وناس قالوا قتلوهم. بصوت تخنقه عبرات أكدت تبارك أنها لن تفكر مرة أخرى في مغادرة منزلها والسفر خوفا من تكرار تجربة الرحلة التي انتهت بشكل دموي لن تتمكن من نسيانه. جيت فرحانة، كنا فرحانين نريد نروح سوريا، بس مرعنا ويجي صار بينا بعد ولا واحد قال نسافر. تبارك كانت في طريقها لمشاهدة مكان آخر خال من العنف، لكنها وجدت نفسها دون سابق إنذار أمام مشهد من مشاهد القتل المنظم الذي تنفذه القاعدة في العراق طوال 8 أعوام. من كربلاء، منتظر رشيد، العربية.